بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض في حل أهم أسئلة المعاصر على ليسون 3. نبدأ مع أول سؤال. بيقول لي مين في دول scientific notation. لو جينا نفتكر إيه هو scientific notation، فالscientific notation بكل بساطة أنا بيبقى عندي هنا رقم، تمام، multiply 10 باور حاجة. الفكرة إن الرقم اللي مكتوب هنا يكون smaller than or equal 1 قصدي greater than or equal 1 و smaller than 10، والباور اللي هنا يكون belong للزد. يعني ايه belong للزد؟ يعني ما يكونش فيه ديسمل. فلو جيت بصيت هلاقي الرقم ده اصغر من ال10 واكبر من ال1. الباور ده ما فيهوش ديسيمال، يبقى ده اقدر اقول عليه scientific notation. طيب هل ده اكبر من ال1؟ لا، 0.2 ده مش رقم اكبر من ال1، وبالتالي ده ما اقدرش اقول عليه scientific notation. طيب 0.025 هل الرقم ده اكبر من ال1؟ لا، يبقى ما اقدرش اقول عليه scientific notation. طيب باستثناء النيجاتيف، كنسل النيجاتيف، ال7 اكبر من ال1؟ ايوه اكبر من ال1. الباور ده فيه ديسيمال؟ لا، يبقى ده scientific notation. طيب ال10 اكبر من ال1 واصغر من ال10؟ لا، ده اكبر من ال1 صح، بس مش اصغر من 10، ده equal 10، ما ينفعش. طيب باستثناء النيجاتيف، هل الرقم ده اكبر من 1 واصغر من 10؟ هل الباور هنا ما فيهوش ديسيمال؟ ده كانه باور 1، فده اقدر اقول عليه scientific notation. محتاجين نكتب الكلام ده في شكل الساينتفك نوتيشن. اتفقنا في السيشن اللي لو انا الديسيمال عندي بتمشي ناحيه الليفت فهعمل بلس، لو الديسيمال بتاعتي بتمشي ناحيه الرايت فهعمل ماينس. وخلاص مش هنساها، لان رايت فيها اي ماينس فيها اي، فهما الاتنين مع بعض. طيب لما اجي اعمل الكلام ده هنا كانها 0.0، فناخد الديسمال امشيها هنا 1 2 3 4 5 6، هتمشي 6 مرات، يبقى 4.65 تايمز 10 to power 6 بس كده. طيب هنا دي كانها 0.0، هاخد الديسمال دي امشيها كام مره؟ 1 2 3 4 5 مرات، يبقى 2.0 تايمز 10 to power 5. طبعا في هنا نيجاتيف 2.0 اللي هي 2، صح كده؟ بالظبط، فممكن نقولها 2 على طول، يبقى نيجاتيف 2 ملتبلاي 10 to power 5. طيب 9 مليون يا جماعه، اي المليون ده عباره عن ايه؟ المليون 6 صفار، يعني رقم وجنبيه 6 صفار، هو ده المليون. ف 9 مليون معناها 9 جنبيها كام زيرو؟ 6 زيرو، تمام كده؟ تمام. فكأن هنا في 0.0، فهمشي كام مره؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى 9 تايمز 10 to power 6 بس كده، هي دي الفكره. طيب تعالى هنا، هاخد الديسيمال وامشي بيها 1 2 3 4 5 6، يبقى 1.64 تايمز 10 to power نيجاتيف 6، لان انت مشيت 6 مرات، مشيت ناحيه الرايت يبقى الباور بالنيجاتيف. طيب نفس الكلام هنا 1 2 3 4 5، يبقى 4.9 تايمز 10 to power نيجاتيف 5. طيب هنا نفس الكلام 1 2 3 4، يبقى 7.21 تايمز 10 to power نيجاتيف 4، والرقم ينزل زي ما هو، النيجاتيف دي تنزل زي ما هي. فلو انا ماسك الديسمال زي ما قلنا بمشي بيها ناحيه الرايت، فالباور بتاعي هيبقى نيجاتيف او هعمل ماينس. طيب لو ماسك الديسمال ومشي بيها ناحيه الليفت زي ما كنا بنعمل هنا، فالباور بتاعي هيبقى بوزيتيف. نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي اكتب لي الكلام ده في شكل الستاندرد فورم. ماشي، الرقم ده يا جماعه هل هو كان زمان رقم كبير ولا رقم صغير؟ هتقول لي هعرف منين؟ بعرف من الباور. لو الباور بوزيتيف ده معناه ان ده كان رقم كبير. يعني ايه رقم كبير؟ يعني يا جماعه كان عامل كده 2 3 0 0 مش عارف ايه 0 0، ده كده رقم كبير. طيب بعرف امتى ان الشكل ده كان رقم كبير؟ لو الباور بوزيتيف. طيب يعني ايه بقى كان رقم صغير؟ يعني مثلا كان عامل كده 0.00023، ده معناه ان هو رقم صغير. طيب امتى يبقى رقم صغير؟ لو الباور نيجاتيف. فهنا ده رقم كبير ولا رقم صغير؟ تقول لي رقم كبير عشان الباور بوزيتيف، تمام، يعني شكله هيبقى عامل كده، تمام. طيب باور 3 يعني امشي بالديسمال كام مره؟ امشي 3 مرات، ادي خطوه بقت 54، خلاص مشينا خطوه، يبقى كام خطوه؟ 2، يبقى احط 0 0. طيب هنا باور نيجاتيف يبقى كان شكل
يبقى ده كان رقم صغير، يبقى شكله هيبقى عامل كده. يعني امشي بالديسمال الناحيه التانية، امشي بالديسمال كده. كم مره؟ مرتين. ادي اول مره بقت 4 3 2. امشي مره كمان يبقى 0.0. تمام. هنا هتمشي بالديسمال كم مره؟ 3 مرات. ادي مره، يتبقى اهي بقت عامله كده 7 2 1. مشيت مره، يتبقى كم مره؟ يبقى مرتين، يبقى 0 0. وبعد كده تحط بوينت 0 واوعى تنسى النيجاتيف. ماشي. هنا ده كان رقم كبير، الباور بوزيتيف. ماشي. امشي بالديسمال 1 2. مشيت مرتين، يبقى كم مره؟ عايزين نمشي 5، فمشيت مرتين، بقى كم مره؟ بقى 3. يبقى 5 3 7 0 0 0. طيب هنا همشي مرتين الناحيه دي عشان الباور نيجاتيف. ادي مشيت مره، يبقى كم مره؟ يبقى مره كمان 0.0. بس يا جماعه هي دي فكره السؤال. هتيجي اعرفك ازاي معانا ان شاء الله هتقدر تقفل الماث، ومش بس كده هتتعلم الماث صح وهتتأسس صح. الحصة عندنا بتكون لايف على زوم، بنشرح فيها الدرس وبنحل كل الافكار اللي ممكن تقابلك على الدرس ده. الميزة هنا انك تقدر توقفني وتسأل في اي وقت تحبه، وكمان لازم تحل اسئلة قدامي عشان اتأكد انك فاهم صح وانك بتعرف تحل. وطبعا كل حصة بتتسجل وبتتبعت لك عشان تكون معاك طول الترم وتقدر ترجع لها في اي وقت. وكمان لكل حصة واجب ثابت، الواجب من كتاب المعاصر، وانا بختار لك الاسئله عشان تغطي كل الافكار اللي في الدرس، وده بيكون مع فيديو لحل الواجب. ولو قابلتك اي مشكله خلال الاسبوع زي سؤال مش فاهمه او مش عارف تحله، تقدر تبعت لي على الواتساب وانا اكيد هحل لك مشكلتك. واخيرا عندنا امتحان ثابت كل اسبوع بتبعتهولي وانا بصححه خطوه بخطوه عشان اتاكد مش بس انك حليت صح، لا كمان خطواتك صح. لو حابب تنضم معانا ابعت لي رساله على الواتساب على الرقم ده. ودلوقتي يلا نكمل الفيديو. هنا بقى جايب لي رقم مش مكتوب في شكل الساينتفك نوتيشن، وعايز نكتبه في شكل الساينتفك نوتيشن. طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ انا عارف شكل الساينتفك نوتيشن بيبقى عامل ازاي. بيبقى رقم بوينت، رقم او رقمين تايمز 10 تو باور حاجه. ده مش ساينتفك نوتيشن. عشان يبقى ساينتفك نوتيشن انا محتاج الديسمال تبقى موجوده هنا. طيب هو في الحقيقه في هنا ديسمال صح، بوينت 0، فانا محتاج اخد الديسمال دي امشي بيها مره، التانيه امشي بيها مرتين، فيبقى 7.5. طيب انت مشيت كم مره؟ مشيت مرتين. ناحيه الليفت ولا ناحيه الرايت؟ لا انا مشيت مرتين ناحيه الليفت. ليفت يبقى اعمل بلس. مشيت كم مره؟ مرتين، يبقى نيجاتيف 9 بلس 2. تمام. نيجاتيف 9 بلس 2 كام؟ نيجاتيف 7. يبقى 7.5 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 7. بس كده، هي دي فكره السؤال. طيب هنا 75 تايمز 10 تو باور 5. طبعا كأن هنا في بوينت 0، انا عايز البوينت تبقى هنا، يبقى 7.5. تمام. مشيت كام مره؟ مره واحده ناحيه الليفت، فاعمل بلس، يبقى 10 تو باور 6. 5 بلس 1. طيب هنا هتاخد الديسمال دي تمشيها مره التانيه، فيبقى نيجاتيف 7.025. ماشي. طيب مشيت كام مره؟ انا مشيت مرتين ناحيه الليفت، يبقى اعمل بلس، يبقى نيجاتيف 8 بلس 2 اللي هي كام؟ اللي هي نيجاتيف 6، يبقى تايمز 10 تو باور نيجاتيف 6. طيب هنا انا محتاج اخد الديسمال وامشي بيها كم مره؟ 1 2 3، 3 مرات عشان تبقى 3.6. طيب مشيت ناحيه الايه؟ انا مشيت ناحيه الرايت. ناحيه الرايت يعني اعمل ماينس، يبقى تايمز 10 تو باور نيجاتيف 4 ماينس 3. صح كده؟ تمام. اللي هي كام؟ اللي هي نيجاتيف 7. يبقى 3.6 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 7. طيب عايزين نشوف مين الاكبر ومين الاصغر. طيب في السؤال ده هو بيسالني مين اكبر، 4.6 تايمز 10 تو باور 3 ولا 6.4 تايمز 10 تو باور 3. اول حاجه هعملها هبص على ده، هل الاتنين دول زي بعض؟ ده 10 باور 3 وده 10 باور 3. ادام الاتنين زي بعض فانا هقارن ما بين الارقام. هنا 4.6 وهنا 6.4. مين اكبر، 6.4 ولا ال 4.6؟ طبعا ال 6.4، يبقى ده الاكبر. ليه؟ لان انا لو حولت ده لشكل الستاندرد هيبقى عامل كده، هيبقى 4 6 0 0. ولو حولت ده شكل الستاندرد هيبقى عامل كده 6 4 0 0. مين اكبر، ده ولا ده؟ اكيد اللي تحت اللي هو ده. 1.82 times 10 to power negative 5. 2.1 times 10 to power negative 5. الاتنين دول زي بعض، يبقى هبص على الارقام 2.1 و 1.8. مين اكبر؟ اكيد ال 2.1 اهي. ليه؟ لانك لو رجعت لده شكل الستاندرد ورجعت ده شكل الستاندرد هيبقوا عاملين كده. ال 1.82 times 10 to power negative 5 هتبقى كده 0.0000
182. طيب وده هيبقى نفس الكلام 0.0000021. مين اكبر؟ مين الرقم الاكبر؟ اكيد ده الرقم الاكبر، لان انت فضلت ماشي كده 0 0 0 لحد ما لقيت 2، وهنا 0 0 0 لحد ما لقيت 1. مين اكبر؟ اكيد ال 2. طيب ده رقم عادي وده رقم مكتوب بشكل الساينتفك نوتيشن. طب لو حولناه هيبقى كده 692. امشي خطوة التانية، مشيت مرتين، يتبقى كم مرة؟ يتبقى 3، يبقى 0 0 0. تمام. مين اكبر، الرقم ده ولا الرقم ده؟ هو ده كام ديجيت اصلا؟ 1 2 3 4 5. ده كام ديجيت؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى اكيد ده الاكبر. طيب نحول برضو ده، هنمشي كام مرة؟ نمشي 4 مرات كده، ادي مرة يتبقى 3، يبقى 0.00369. طب بص ده في كام زيرو هنا؟ 1 2 3 4 بعد كده الرقم. طب هنا 1 2 3 بعد كده الرقم، اكيد ده الاكبر. السؤال اللي بعده بيقول لي arrange each of the following in an ascending order. محتاجين نرتب دول في شكل ascending order، يعني من الصغير للكبير. طيب انا عشان اعمل ده محتاج ان انا اخليهم كلهم ليهم نفس الباور. طيب واحده واحده. ده اصلا مش ساينتفك نوتيشن، مش مكتوب بشكل الساينتفك نوتيشن صح، فانا هكتبه بقى صح. ازاي؟ هو انا عارف ان انا كأن في زيرو، كأن بوينت زيرو، فاخد الديسيمال دي احركها هنا، امشيها هنا، فتبقى 7.3. طيب مشيت ناحيه الليفت يبقى تعمل بلس، يبقى تايمز 10 تو باور 12. طيب ده مكتوب بشكل الساينتفك نوتيشن صح، 6.9 تايمز 10 تو باور 12. طيب ده مش مكتوب صح، فهنعمل ايه؟ عشان يبقى مكتوب صح هاخد الديسيمال اوديها هنا، فيبقى 5.37. طيب مشيت ناحيه الرايت ولا ناحيه الليفت؟ مشيت ناحيه الرايت، يبقى اعمل ماينس. مشيت كام مره؟ مره، يبقى ماينس 1. 13 ماينس 1 اللي هي 12. كده كلهم بقى ليهم نفس الباورات، 10 باور 12 10 باور 12 10 باور 12. ساعتها تقارن ما بين الارقام 7.3 وال 6.9 وال 5.37. مين اصغر رقم؟ اكيد ال 5.3. طيب اللي بعديها 6.9. طيب اللي بعديها 7.3. بس كده. طيب نيجي نعمل هنا نفس الكلام. ده مش مكتوب في شكل الساينتفك نوتيشن، عشان اكتبه لازم يبقى فيه هنا ديسمال، فطبعا انا عارف ان هنا كأن بوينت زيرو، هاخد الديسمال اوديها هنا فيبقى 1.6. طيب مشيت كام مره؟ مشيت مره واحده، ناحيه الليفت يبقى اعمل بلس، نيجاتيف 6 بلس 1 تبقى نيجاتيف 5. اللي بعده ده مكتوب صح 1.5 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 5. طيب ده مش مكتوب صح، ده مش ساينتفك نوتيشن، بس انا مش هغيره، انا هسيبه زي ما هو. ليه؟ انا عشان اخليه ساينتفك نوتيشن هاخد الديسيمال اوديها هنا، لان ده رقم اصغر من ال1. انا عشان يبقى ساينتفك نوتيشن لازم يكون اكبر من اور ايكوال ال1 واصغر من ال10، فهاخد الديسيمال اوديها هنا فيبقى 8.0. ده كده بقى اكبر من ال1 واصغر من ال10، فينفع يبقى ساينتفك نوتيشن. بس انا لو عملت كده هتلاقي الباور ده هيتغير، واتفقنا عشان اعرف ارتب انا محتاج ان هم كلهم يبقوا ليهم نفس الباور. فعشان كده في السؤال ده هسيب دي زي ما هي كده، حتى لو مش مكتوبه بطريقه الساينتفك نوتيشن مش مهم، انا عايز ارتب صح، فهسيبها زي ما هي، تبقى 0.8 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 5 هنا. طيب هي دي كانها مكتوبه كده 14.0 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 4. انا لو خدت الديسمال مشيتها كده هلاقي ده هيبقى نيجاتيف 3. لا انا عايزه يبقى نيجاتيف 5، معناها ان انا محتاج امشي الناحيه التانية. خلاص يعني هاخد الديسيمال احركها هنا فيبقى عامل كده 140.0، او مش هكتب بقى بوينت 0 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 5. مشيت خطوه واحده ناحيه الرايت فاعمل ماينس 1 يبقى 140 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 5. طيب بقى عندي الارقام شكلها عامل كده، محتاج ايه؟ محتاج ارتبهم descending، يعني اكبر حاجه بعد كده اصغر حاجه، ادام هم نفس الباورات يبقى هدخل على طول على الارقام. مين اكبر رقم هنا؟ ده، يبقى ده اول واحد. ماشي، بعد كده ده، بعد كده ده، بعد كده ده. طيب فكره السؤال اللي بعد كده، محتاجين نعمل لدول بلس، عشان تعمل لدول بلس لازم يكون ليهم نفس الباور. طيب دايما نعمل ايه؟ دايما نروح على الباور الكبير ده، خليه زي ده. ازاي؟ امسك الديسمال دي وتحرك بيها خطوه واحده، هتبقى 41 تايمز 10 تو باور.
طيب انت مشيت ناحيه الرايت ولا ناحيه الليفت؟ هتقول لي انا مشيت ناحيه الرايت. ناحيه الرايت يعني هعمل ماينس. مشيت كام مره؟ مشيت خطوه واحده، يبقى ماينس 1. 5 ماينس 1 4، يبقى 41 تايمز 10 تو باور 4. يبقى الشكل ده هو ده، بلس 2.1 تايمز 10 تو باور 4. ماشي، حلو. بعد كده اجمع الرقمين على بعض، فيبقى 2.1 بلس ال 41 كام؟ تبقى 43.1 تايمز 10 تو باور 4. بس كده، هي دي فكرة السؤال. طيب هنا خليهم هما الاتنين ليهم نفس الباور. روح على الباور ده مثلا، لو انا عايز اخليه زي ده هعمل ايه؟ هاخد الديسمال دي هحركها هنا. اتحركت خطوة واحدة صح؟ تمام، ناحية الرايت يعني اعمل ماينس، فيبقى نيجاتيف 5 ماينس 1 نيجاتيف 6. لا ما ظبطتش. طيب تعالى هنا، هاخد البوينت ده احركه كده خطوة واحدة ناحية الرايت، يبقى تعمل ماينس نيجاتيف 4 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 5. يبقى بس ده اللي انا هعمله. يبقى 1 2.7 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 5. الكلام ده بلس هنا 9.7 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 5. اعمل الرقمين بلس، فيبقى 9.7 بلس 12.7 اللي هو كام؟ اللي هو 22.4 multiply 10 to power negative 5. ماشي. هنا نفس الكلام، لو خدت الديسمال دي مشيت بيها خطوة واحدة ناحية الرايت يبقى هعمل ماينس 1 تبقى 12. تمام، يبقى ظبطت. 32.1 times 10 to power 12 minus 8.1 times 10 to power 12. اعمل الرقمين ماينس، يبقى 32.1 minus 8.1 تطلع 24. 24 times 10 to power 12. السؤال ده 5.2 times 10 to power 6. ماشي، 5.2 times 10 to power 6. ماشي، ماينس. محتاج اظبط ده. هو ده عامل كده 4.000.0. هاخد البوينت دي احركها 1 2 3 4 5 6. تمام، فيبقى 4.0 times 10 to power 6. ليه؟ لانك اتحركت ناحية الليفت. ماشي، 4.0 اللي هي 4. اعمل الرقمين ماينس، فيبقى 5.2 minus 4 اللي هي 1.2. يبقى 1.2 times 10 to power 6. بس كده، هي دي فكرة السؤال. مسائل المالتيبليكيشن بنعمل ايه؟ بنعمل كله ملتبلاي بعضه، لان دي عامله كده 4.5 times 10 to power 7 times 4 times 10 to power 8. فكله هنعمله ملتبلاي بعضه. اولا ال 4.5 ملتبلاي ال 4 بكام؟ ب 18. طيب 10 باور 7 ملتبلاي 10 باور 8، نفس البيز وما بينهم ملتبلاي. اعمل ايه للباور؟ اعمل لهم بلس. طب 7 بلس 8 كام؟ 15. يبقى ملتبلاي 10 باور 15. هي دي فكرة السؤال. نخش على اللي بعده. طيب في الديفايد بعمل ايه؟ بعمل الرقم ديفايد الرقم والباور ديفايد الباور. يعني هنا دي نكتبها كده 1.5 ديفايد 0.5 ونيجاتيف 10 باور نيجاتيف 7 divided 10 to power negative 5. ماشي. 1.5 divided 0.5 كام؟ 3. طيب دول نفس البيز وما بينهم ديفايد، فاعمل ايه للباور؟ اعمل لهم ماينس. اللي فوق يتكتب الاول، يبقى نيجاتيف 7 ماينس نيجاتيف 5. يبقى نيجاتيف 7 بلس ال 5. طيب نيجاتيف 7 بلس 5 كام؟ نيجاتيف 2. يبقى 3 تايمز 10 to power نيجاتيف 2. هنا نفس الكلام، الرقم ديفايدد الرقم والباور ديفايدد الباور. 4.8 divided 0.8 كام؟ 6. نفس البيز بينهم ديفايد. اعمل ايه للباور؟ اعمل له ماينس. اللي فوق يتكتب الاول، يبقى نيجاتيف 7 ماينس 5. طيب نيجاتيف 7 ماينس 5 كام؟ نيجاتيف 12. يبقى تايمز 10 to power نيجاتيف 12. خش على اللي بعده. بيقول لي which of the following of the numbers is written in the scientific notation. مين مكتوب في scientific notation؟ هل ده مكتوب في scientific notation؟ لا، عشان الباور ديسيمال. هل ده مكتوب scientific notation؟ لا، لان الرقم ده اكبر من 10. انا عايز الرقم يكون ما بين ال1 وال10. هل ده مكتوب scientific notation؟ لا، عشان ده برضو اكبر من ال10. هل ده مكتوب scientific notation؟ ايوه ده مكتوب scientific notation. طيب مين في دول ينفع يكون الايه؟ عشان ده يكون scientific notation يبقى لازم الايه رقم يكون greater than or equal ل1،
وسمولر ذان ال 10. هل ده سمولر ذان ال 10؟ لا. هل ده سمولر ذان ال 10؟ اه سمولر ذان ال 10، بس ده مش اكبر من ال 1 يبقى ما ينفعش، وده برضو اصغر من ال 1 ما ينفعش، ده الوحيد اللي ينفع. بنفس الفكره بالظبط هيطلع 6. طيب هنا 6.3 يا ترى تايمز 10 تو باور ان، طلع الكلام ده، يا ترى الان بكام؟ شوف الديسمال اتحركت كام مره، يعني عشان الشكل ده يبقى الشكل ده، انت خدت الديسمال من هنا وديتها هنا، طب اتحركت كام مره؟ 1 2 3 4، اتحركت 4 مرات. ناحيه الرايت ولا ناحيه الليفت؟ اتحركت ناحيه الرايت، ناحيه الرايت يبقى ماينس، يبقى نيجاتيف 4. طيب محتاجين نكتب ده في شكل الساينتفك نوتيشن. 2 4 0 0 كانها بوينت 0، خد الديسمال اتحرك بيها 1 2 3 4 يبقى 2.4 تايمز 10. اتحركت كام مره؟ 4 ناحيه الليفت، يبقى 2.4 تايمز 10 تو باور 4. طيب خد الديسمال وامشي بيها، ادي 1 2 3 4 5 7.3 تايمز 10. طيب انت اتحركت ناحيه الرايت ولا ناحيه الليفت؟ اتحركت ناحيه الرايت، ناحيه الرايت يبقى ماينس، يبقى 7.3 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 5. طيب 8 مليون معناها 8 جنبها كام زيرو؟ 6 1 2 3 4 5 6 كانها بوينت 0، خد الديسمال وامشي بيها 1 2 3 4 5 6 يبقى 8 تايمز 10 تو باور 6. انا متحرك ناحيه الليفت، يبقى بالظبط كده. which of the following represent scientific notation بتاع ده؟ 10 مليون، ادي ال 10 مليون يعني كام زيرو؟ 6 0 1 2 3 4 5 6 كأن الديسمال هنا، يلا امشي بيها 1 2 3 4 5 6 7 يبقى 1 تايمز 10 تو باور 7. انت اتحركت ناحية الليفت يبقى الباور بوزيتيف. خش على اللي بعده. 8 مليارد بنفس الطريقة بالظبط، يطلع معانا 5 تايمز 10 تو باور 9. طيب هنا قالك ان الرقم ده بكيلو متر بير اور، يعني كيلو متر اوفر الاور. تمام، انا عايز اخليه متر بير اور. طب عشان احول من الكيلومتر للمتر هعمل ايه؟ هعمل ملتبلاي 10، هعمل ملتبلاي 1000، صح كده؟ تمام، يعني همسك الرقم ده اعمل له ملتبلاي 1000 اللي هو 4 5 كام زيرو؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 اعمل له ملتبلاي 1000. ملتبلاي 1000 يعني زود عليه 3 زيرو. ماشي، محتاجين نزود عليه 3 زيرو، كأن هنا في بوينت زيرو. ماشي نظبط الشكل 1 2 3 4 5 6 7 8 فيبقى 4.5 تايمز 10 تو باور 8. ناحية الليفت يبقى باور بوزيتيف اهي. خش على اللي بعده. مين في دول مش ساينتفك نوتيشن؟ طبعا ده، عشان ده اكبر من ال10. طيب مين في دول الستاندرد فورم بتاع الشكل ده؟ تعال نظبطها احنا. هي عبارة عن ايه؟ نيجاتيف 3.2 تايمز 10 تو باور 4. طيب الباور بوزيتيف يبقى ده كان رقم كبير، يبقى الديسمال تمشي كده كم مرة؟ 4 مرات. ادي مرة يتبقى كام؟ 3 1 2 3. 39 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 8 ايكوال كي تايمز 10 تو باور نيجاتيف 7. يعني محتاجين نحول ده من نيجاتيف 8 لنيجاتيف 7. طيب لو الديسمال هنا وانا مشيت بيها كده، انا مشيت بيها ناحيه الليفت، ناحيه الليفت يعني اعمل بلس. مشيت كام مره او مشيت كام خطوه؟ خطوه واحده يبقى بلس 1. نيجاتيف 8 بلس 1 بكام؟ بنيجاتيف 7. تمام، يبقى الكيب كام؟ ب 3.9. نفس الفكره دي بالظبط حليناها هنا. طيب طبق المالتيبليكيشن ده على الكالكوليتر، يبقى 30 وجنبها كام زيرو؟ 4 1 2 3 4 كأنها بوينت زيرو. تمام، امشي 1 2 3 4 5 يبقى 3 تايمز 10 تو باور 5. طبق برضو الكلام ده على الكالكوليتر بعد كده اعملها. مين اكبر؟ اكيد الباور 5 اكبر من باور 4.
طيب 6.3 تايمز 10 to power 5 ولا 5.2 تايمز 10 to power 5؟ اكيد 6.3. مين في دول اصغر؟ اكيد بنلعب في 10 to power 4. طيب 7 تايمز 10 to power 4 اصغر ولا 17 تايمز 10 to power 4؟ اكيد 7 تايمز 10 to power 4 هي الاصغر. محتاجين نعمل بلس، يبقى نخليهم نفس الباور. لو مشيت بده كده هتقول لي مشيت ناحية الرايت، يبقى انا اعمل ماينس 1 لان انا مشيت خطوة واحدة بس. تمام، يبقى 43 تايمز 10 to power 4 بلس 7 تايمز 10 to power 4. نعمل الارقام بلس. 43 بلس 7 كام؟ 50. يبقى 50 تايمز 10 to power 4. هتقول لي مفيش هنا 50 تايمز 10 to power 4. ماشي، هنظبطها ازاي؟ هي 50 تايمز 10 to power 4. ماشي، كأن هنا في ديسمال، لو خدنا الديسمال ده حركناه هنا فهتبقى 5 ناحية الليفت، يبقى زود على الباور واحد، يبقى 5 تايمز 10 to power 5. دي موجودة اهي. طيب هنا لو خدت ال1 مشيت بيه ناحية الرايت فهعمل ماينس 1، هي 11 تايمز 10 to power 3 ماينس 1 يعني 2 ماينس 5 تايمز 10 to power 2. طيب 11 ماينس 5 كام؟ 6، يبقى 6 تايمز 10 to power 2. المالتيبليكيشن هنعمل للارقام ملتبلاي، يعني 2.5 ملتبلاي ال 4 يطلع كام؟ 2.5 ملتبلاي ال 4 يعني 10. ماشي، بعد كده اعمل لدول ملتبليكيشن 10 to power 4 ملتبلاي 10 power 3، نفس البيز ما بينهم ملتبلاي هعمل للباور بلس، يبقى 10 تايمز 10 to power 7. طيب موجودة؟ لا. طيب واحدة واحدة، ما 10 دي كأنها باور 1 صح؟ نفس البيز ما بينهم ملتبلاي، ازود الباور او اجمع الباور، يبقى 10 باور 8. 10 باور 8 اللي هي 1 تايمز 10 to power 8. ماشي، هنا الرقم ديفايدد الرقم يبقى 8 اوفر 2 و10 باور 9 اوفر 10 باور 7. 8 ديفايدد 2 4، 10 باور 9 اوفر 10 باور 7 يعني 10 باور 2. اعمل ماينس 9 ماينس 7. فين الكلام ده؟ اهو. كده نكون قدرنا ان احنا نحل اهم الاسئله اللي موجوده على ليسون 3. اتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.